السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشارك معكم الحلوه ديال العيد. صراحه كتجي غزاله بزاف. بالنسبه لهاد الحلوه ديال اليوم غير بعجينه وحده نقدروا نخرجوا 4 تشكيلات حتى ل5، علاش لا؟ وكتجي غزاله وكتجي هشيشه. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وهنا غادي ندوزو لطريقه التحضير. وهنا في القصريه حطيت باكيه ديال الزبده ديال اللبده وجوج ساشي ديال سنيده. كتاخذوا ديال الزر اولا ديال الفاني. هنا عندي كاس ديال السنيده بكاس العنبه، وغادي ناخد قبيصه ديال الملحه. بالنسبه للملحه ضروري كنضيفو غير قبيصه. من بعد كنخلطوا هاد الزبده اللي مع السنيده وقبيصه ديال الملح مزيان حتى يتخلط الخليط. عاد ديك الساعه غادي نضيف كاس ديال الزيت. غير هو ضروري نخلطوا السنيده حتى كتذوب لينا مع الزبده. من بعد غادي ناخذوا كاس ديال الزيت بكاس العنبه. صافي غنبدا نخلط حتى يندمج الخليط مزيان وكيرجع على شكل كريمه. من بعد صافي غادي ناخذوا البيض. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطت مزيان ولا على هذا الشكل هذا. صافي غادي ناخذوا جوج ديال البيضات. فاش غادي نضيف البيض غادي نعاود نخلط مزيان حتى يتخلط الخليط. غير هو فاش كنحطوا المكونات اي حاجه حطيناها كنخلطوها باش كيتخلط لينا مزيان وكتجينا هاد العجينه كتجينا ناجحه وما كتجيناش يعني منيدمه. هذا هو النجاح ديال صابلي اولا الحلوه ديال الغريبه، لان غنخرج منها شكيلات كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الحلوه اقتصاديه غادي نخرج منها 4 ديال الشكيلات. هنايا صافي غادي نخلط هاد الزبده مزيان يعني حتى تخلط ليا مع البيض اللي ضفتو دابا. من بعد غادي ناخذوا كاس ديال الزنجلان اللي طحنته. ضروري كنصهطو في المقله صافي وكنطحنو وغادي نخلطو مع الخليط اللي عندي كيعطي واحد النسمه اللي هي زوينه في الحلوه. هنا صافي غادي ناخذ هاد كاس ديال الزنجلان وغادي نعاود نخلط مزيان. هنا فاش غنخلط مزيان غادي ناخذوا 4 كاس ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته وغادي نزيدو على الخليط اللي عندنا في القصريه. صافي فاش غادي نسالي غادي ناخذوا القياس ديال الدقيق فرص وغادي ناخذوا جوج ديال الخمارات ديال الايديال. بالنسبه لهاد صابلي بزاف المرات يعني كنخدموه عادي. اليوم خدمته بالزنجلان وخدمته بالكاوكاو اللي حمرته وطحنته. بصراحه كيعطي واحد النسمه اللي هي زوينه بزاف، ولا جربتو كون انا اكيد انه غادي يعجبكم. هنايا خديت دقيق فرص. بالنسبه للقياس خديت 6 ديال الكيسان ديال دقيق فرص، غادي نضيف 5. والكاس السادس غادي نخليه حتى الا كان خاصني الدقيق غادي نزيدو مع الخميره اللي عندي هنا ديال الايديال. وهنا بعد ما ساليت غادي ناخذ الكاس اللي بقى ليا ديال الدقيق فرص وغادي ناخذ جوج خمارات ديال الايديال وغادي نجمع العجينه ديالي عاديه. غير هو ما ندلكوش العجينه فاش كنبغي نجمعوها، حيت الا دلكناها غيطلق لينا الزيت. وملي غادي نورقوا الصابلي غادي تجمعنا في الفران. الاحسن غادي نجمعو غير بالاطراف ديال الاصابع. بالنسبه لهاد الحلوه صراحه ما خداتش ليا الوقت بزاف، يعني في ساعه وجدتها. وهنا بعد ما ساليت غادي نكمل هاد العجينه غادي نجمعها حتى غادي تولي على هاد الشكل هذا. صافي فاش غادي نسالي غادي ناخذ هاد العجينه ديال الحلوه غادي نقسمها على 4 ديال الشكيلات. غادي نخرج منها غريبه وغادي نخرج منها 3 ديال الشكيلات ديال الصابلي. اذا بغيتو تقدروا تخرجوا حتى 5 ديال الشكيلات على حسب الاختيار ديالكم. هنايا بعد ما ساليت هنا غادي ناخذ العجينه كيف ما كتشوفوا كتجي رطبه وكتجي خفيفه. هنايا غادي نقسمها على 4 ديال الشكيلات. هاد الشكيل غادي غادي نخلط معاه الزنجلان وغادي نخلط معاه شويه ديال الكركاع وغادي نخلط شويه ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته. صافي غادي ناخذ غير القياس وغادي نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد فاش غادي نسالي غادي نديرهم كويرات صغار وغادي ندخلها صراحه الفران يلا تاخذ ديال الوقت ديال الطياب. بالنسبه للغريبه خديت قياس واحد. صافي كنديرها هنا في اللاطه اللي دهنتها بالزيت والفران درتو كيسخن. يعني فاش غادي نسالي غادي ندخل هاد اللاطه ديال الغريبه طيب يعني لا خاطرها. غير هو ما نجهدوش البوطه بزاف. فاش غادي نسالي غادي نعاود نشكل معكم صابلي اللي غادي نوريكم. هنايا بعد ما ساليت غادي ندخل الغريبه حتى طيب على خاطرها. المهم غادي نرجعوا للصابلي اللي ورقته على هذا الشكل هذا. وهنا بعد ما ساليت ورقت العجينه ديال الصابلي غادي ناخذ هذا الطابع هذا. المهم بالنسبه للطابع كتاخذوا اي نوع كتبغيو تخدموا به. صافي كنبقى نطبع الصابلي بهذا الشكل هذا. من بعد فاش غادي نسالي غادي ناخذ اللاطه وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت اولا كتفرشوا الورق ديال الفرن. صافي وكتحطوا الصابلي ديالكم. بالنسبه للشكل كيجي على هذا الشكل هذا صراحه كيجي زوين. وهنا غادي نستمر حتى غادي نكمل هذا الصابلي اللي عندي غادي نستفوه هنا في اللاطه. من بعد فاش غادي نسالي غادي ناخذ الصابلي غادي ندخلوه للفران حتى غادي يطيب. غير هو ما نجهدوش الفران بزاف. كتعرفوا الفران دابا مع كنحط فيه الحلوه كيبقى سخون. الاحسن نمهلوه مزيان. علاش؟ لان الصابلي دغيا كيطيب ماشي بحال الحلوه.
هنا غادي نستمر، غادي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي، غادي نستفها في اللاطه، وغادي ندوز باش غادي نوريكم الشكل الثاني ديال الصابلي اللي غادي نوريكم دابا على شكل دوائر، حتى هو كيجي الشكل ديالو زوين. هنا صافي بعد ما ساليت غادي ناخذ اللاطه، غندخل هاد الصابلي يطيب وغادي نخرجوه. وهنا جات باش غادي نوريكم الصابلي على شكل دوائر. كناخذوا العجينه كنرقوها بالطريقه اللي درنا الاولى، من بعد خديت الطابع صافي طبعت العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، درت هاد الصابلي على شكل دوائر. وهنا فاش غادي نسالي غادي ناخذ اللاطه اللي دهنتها بشويه ديال الزيت، اولا كتاخذوا الورق ديال الفرن، صافي كتستفوا الصابلي ديالكم بهذا الشكل هذا. صدقوني بالنسبه لهاد الحلوه هذه جات زوينه بزاف وجات هشيشه. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التعاليق، وما تنسونيش باللايك وتبارطاجيو القناه مع الاهل الاحباب ديالكم. وكنشكركم بزاف الناس اللي دخلوا جداد ودعموني في القناه، كنشكركم مره اخرى. وهنا غادي نرجعوا للصابلي بعد ما ساليت، غندخل هاد اللاطه للفران. بالنسبه للصابلي الشكل الثالث، خديت العجينه غادي نورقها بالمدلك. صافي فاش غادي نورقها غادي ناخذ طابع مربع، اولا كتاخذوا شي طابع كتبغيو نتوما تخدموا به. هنا الصراحه اختاريت هاد الطابع هذا، حتى هو الشكل ديالو تيجي زوين. بالنسبه للطابع الا كان عندكم حتى الطابع ديال الهلال اولا ديال القليب، حتى هو كيجي المنظر ديالو زوين. المهم هنا غادي نكمل هاد الصابلي اللي عندي، غادي نستفو كامل هنا في اللاطه. وديك الساعه غادي ناخذ اللاطه غادي ندخلها للفرن حتى غادي يطيب، وغنوريكم الشكل ديال هاد الصابلي. هنا بعد ما طبت الحلوه كتجي على هذا الشكل هذا. صراحه يلا خرجتها دابا من الفرن، غادي نخليها حتى غادي تبرد. عاد ديك الساعه غادي نزينها بالشكلاط. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، تقدروا تزينوها باي تزيين كتبغيو نتوما. وهنا غادي ندوز باش غادي نزين هاد الحلوه اللي عندي هنا. بالنسبه للصابلي والحلوه درتهم هنا في سبيرات، خليتهم باش يبقاو شادين ليا القرماشه. وهنا غادي نحتاجو الشكلاط كالا. بالنسبه للشكلاط هنا عندي الشكلاط الكحل وعندي الابيض، غادي نديرو في حمام مائي حتى غادي يذوب مزيان. من بعد غادي نديرو في هاد الزليفه هذه اللي غادي تبقى شاده ليا السخونيه، لان عرفتوا الشكلاط دغيا كيجمد. غادي نديرو غير في هاد الزليفه هذه اللي كتبقى شاده السخونيه. من بعد غادي ناخذ الكاوكاو اللي حمرته وطحنته شويه، صافي خلطته مع الشكلاط حتى يتخلط ليا مزيان. عاد ديك الساعه غادي ناخذ صابلي وغادي نبدا نشكل بهاد الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. هنا كناخذ صابلي كنحطو في هذا الشكلاط اللي مع الكاوكاو، صافي من بعد كناخذ شي طبيسيل وكنبدا نصفي هذا الشكلاط هذا باش ما يبقاش عندي هنا في الطبيسيل. وهنا غادي نعاود نفس الطريقه، غادي ناخذ صابلي وغادي نحطو هنا في الشكلاط، صافي كناخذ فرشات كنصفيه بهذا الشكل هذا وكنحط في الطبيسيل. غادي نسالي هذه الكميه هذه اللي عندي وغادي نوريكم الشكل الاخر كيفاش غادي نزينو بطريقه سهله وسريعه. هنا كناخذ صابلي وكنزين النصف الاول بالشكلاط الكحل والنصف الثاني بالشكلاط الابيض، غادي نستمر بنفس الطريقه. وهنا غادي ندوزو للشكل الثالث. هنا عندي الشكلاط الابيض بعد ما ذوبته، خديت شويه ديال الكركاع وخلطته مع الشكلاط الابيض، صافي وكناخذ صابلي وغادي نزينو بهذا الشكل هذا. هنايا غادي ناخذ واحد الورقه بيضاء صافي وغادي نحطو على هاد السبيره هذه باش تجيني طريقه سهله فاش نبغي نحط انا الصابلي ما يلصقش ليا الشكلاط. وهنا غادي نستمر حتى غادي نسالي هاد الكميه ديال الصابلي وغادي نوريكم الشكل ديال الصابلي كيفاش غادي يجي الشكل ديالو غزال بزاف. وكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ومن هاد الفيديو كنقول لكم مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم العيد بالراحه والتيسير ان شاء الله، الله يسهل عليكم ومبروك عواشركم. هنا غادي ندوز باش غادي نوريكم الشكل ديال الصابلي كيفاش زينته. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للحلوه اللي وجدت معكم كتجي على هذا الشكل هذا، وصاب لي صراحه كيجي غزال بزاف وكيجي هشيش. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف وكنقول لكم مبروك وعواشركم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.